السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان كريم. يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة. البنات اليوم مع أول يوم من أيام شهر رمضان المعظم. ما بغيتش نبدا لكم بالأطباق، أنا بغيت نبدا لكم بواحد زوج تاع واحد الأفكار زوج. أولًا الديول أو الورقة تاع البوراك كيما نقولوا حنايا. كي راكم عارفين البنات كاين ماشي كاع الناس بالمستطاع تاعهم إنهم يشروها كل يوم واجدة، وحنا البنات راكم عارفين باللي حنا من طبيعتنا نبغوا الحريرة دائمًا بال بالبوراك. اليوم جبت لكم طريقة سهلة ماهلة، تنجمي كل يوم ديري غير كمية صغيرة وتصنعي بها هاد الورقة وحدك في الدار، و وها راكِ درتي البوراك تاعك بلا ما تضلي كل يوم تشري فيه. كيما راكم تشوفوا البنات ها هما الورقات أنا وريتهم لكم. بطبيعة الحال راهم مدهونين بالزيت، يعني ضروري من ديرهم ما بين كل ورقة وورقة ديروا الزيت. كيما راكم تشوفوا غادي نبداو دروك على بركة الله. هنا البنات أنا درت 3 تاع الكيسان. نتوما إلا ما بغيتوش تكثروا من الكمية ديروا غير نص الكمية، يعني ديروا كاس ونص، يطيح لكم غير قد ما ديروا داك النهار، فهمتوني؟ كاس ونص. أنا درت 3 كيسان كيما راكم تشوفوا. درت راكم شفتوا نص مغرف تاع ملح، عراوينا درت نص مغرف ملح، 3 كيسان تاع فرينة عامرين كيما راكم تشوفوا. البنات يعني تبعوا المقادير نيشان باش ما تجيكمش يعني ني خفيفة ني والو. كيما راكم تشوفوا ها هنا 3 كيسان تاع فرينة. دروك البنات نفس الكاس عبرت به ثاني 3 تاع الكيسان تاع ما، 3 كيسان تاع ما كيما راكم تشوفوا. ودروك غادي نجيب غير داك الضراب اليدوي نضربها، نحاول نخلطهم مليح حتى نتحصلوا على هذا الخليط اللي راهم قدامنا هكا. دروك البنات ضروري نزيدوا حوالي 3 ملاعق تاع الزيت، نديروا 3 كيما راكم تشوفوا. درت انا 3 ونخلطوا، يعني 3 على حسب الماء وعلى حسب الكيسان تاع الفرينه، ونخلطوا كلش مليح. ودروك البنات غادي نجيب الميكسور تاعي باش نميكسيهم كاع هكا بالميكسور احسن، باش ما يبقاونا لا كريات لا حبيبات لا والو، طحناهم مليح. وفي ذي الاونه كما راكم تشوفوا جبت الصفايه تاعي وصفيت كاع هذا الخليط كما راكم تشوفوا، باش نتاكدوا باللي الخليط تاعنا ما بقى فيه لا كويرات لا ما عرفناش اي حاجه تكون كما راكم. ودروك البنات غادي نبداو نخدموا في الورقه تاعنا. العجينه عندنا واجد. في هذه الاونه انا جبت المقله تاعي، انا عندي واحد المقله سبيسيال البنات ندير بها هادو لي كريب وكاع، ثقيله بزاف. وبطبيعه الحال انا ما غادي لا ندهنها لا والو، درتها المقله تاعي ما تحصليش البنات، اهم شيء المقله انها ما تحصل لكمش. شوفوا الطريقه انا اللي درتها كي درت كميه تاع داك الخليط في المقله، وحاولت ندور كاع في المقله وكاع الزائد رجعته كما راكم تشوفوا، كاع الزائد رجعته. شوف مادام يهود مادام انا نقلع في داك الزائد حتى نتحصلوا على طبقه هكا رقيقه كما راكم تشوفوا. نحطها على النار ونخليها تطيب. وكما راكم تشوفوا البنات انا في الاول البنات كنت درت طاوه تاع ما باش نطيبها بالفابور كما نقولوا، ولكن لا ما ديك العمليه ما عجبتنيش. وليت من بعد نطيب فيه مباشره على النار، المقله على النار. اصلا انا المقله اللي عندي ثقيله بزاف البنات، ثقيله كما راكم تشوفوا. كي نشوفوا الاطراف تاعها هنا في الاطراف صاي بداو يطيروا، داك الوقت نقلعوا الورقه تاعنا. كما راكم تشوفوا البنات كي قلت لكم الاطراف يبداو يطيروا صاي هالك الورقه تاعنا تنقلع شوف بسهوله. هاي قلت لكم الاحسن والاكثر من داك الشيء هنا البنات جاتني سخونه حرقتني في يدي على داك الشيء ما وريتها لكمش مليح. شوفوا البنات حاميه حاميه حتى ما نجمتش وخرتها بالخف. وهنا البنات كما راكم تشوفوا رجعت ندير لكم في المقله مباشره على النار هنا. وبغيت نزيد نوري لكم حبه واحده اخرى. انا المقله تاعي البنات ما ندهنها ما والو، ما نمسحها بزيت ما والو. كما قلت لكم اساسا المقله راني نقول فيها ونعاود، لا المقله تحصل لكم بلا ما تغامروا. كما راكم تشوفوا نفوت كاع ديك الكميه في المقله تاعي مليح هكا، وكاع الزايد
البنات نقلعه ما نخليش. شوف، غلقوا هذوك العيون اللي يكونوا وقلعوا كاع الزيت، ومن بعد حطوها على النار. وما تديش وقت بزاف، يعني دقيقه ما واصلاش. فهمتوا البنات؟ ونقلعوا كاع الزائد كما راكم تشوفوا. وكما راكم تشوفوا استمريت بهذه الطريقه حتى كملت كاع تقريبا الكميه اللي عندي. ونقول لكم ونعاود لكم البنات اللي بغوا مثلا افراد العائله قلال ولا ما بغوش كميه كبيره، ولا ديروا نصف الكميه. كاع اللي درته ديروا نتوما النص تاعه، هكا تعطيكم كميه غير على حساب هي ما نقدش نقول لكم شحال من حبه، ما تعطيكمش كميه، تعطيكم كميه معقوله. هذه هي. وكما راكم تشوفوا البنات استمريت هذه الطريقه. هاهما الحبات قدامكم يطيبوا حتى كملت. وندهن ما بين كل حبه بحبه البنات، كل ما نقلع حبه ندهنها، كل ما نقلع حبه ندهنها. وهنا البنات رجعت لكم واحد الاستيس واحده اخرى، يعني واحد الكيفيه زعما صراحه البنات مع الغلاء وراكم عارفين اللي كاين. انا اليوم البنات جبت لكم واحد الطريقه تاع فرماج. هذا الفرماج البنات يجي فرماج سائل، تنجموا ديروا به بزاف هكا اصناف تاع ديكغات تاع حشوات تاع كلش البنات، ويعطيكم كميه مليحه البنات. المهم كما راكم تشوفوا البنات انا عمرت 2 كيسان تاع حليب، ودرت نص مغرف راس مغرف تاع ملح. وهنايا بالمغرفه الصغيره اللي وريتها لكم تاع اللي نسكروا بها القهوه، درت 4 مغارف تاع نشا. 2 كيسان حليب، راس مغرف ملح، و4 مغارف صغار تاع نشا، ولا 2 مغارف كبار، لكم الاختيار. هنايا بالفوي هذا الضرب اليدوي انايا خلطت كلش بارد في بارد مليح حتى كلش اندمج لي مع بعضها البعض. في الاونه البنات انا غادي نرفده ونحطها على النار. البنات هذا الفرماج صراحه يساعدكم بزاف ويعطيكم كميه زعما زايده ولا باس بها. المهم انا درت على النار كما راكم تشوفوها وين قلعته. شوفوا الشكل تاعه بعد ما يطيب. في هذه الاونه هنا البنات انا عندي مغرفه تاع المهم مغرفه ما عامراش تاع دهان ولا مارغرين اللي متوفر عندكم، نخلطوه ونزيدوا عليه كميه او حبيبات. انا عندي فرماج من هذا انا درت 4 قطع، ونزيد معاه تاني كميه مليحه تاع المهم الفرامج اللي عندكم البنات ديروهم، يعني يعطوا بنه ونكهه. وراكم عارفين بطبيعه الحال ضروري ما نعطوه ديك البنه تاع الفرماج. يعني لو كنا نخلو غير الحليب والمايزينا وحدهم ما غاديش يعطينا كاع بنه فرماج. يعني ضروري نديروا هاد الكميه هاك ونخلطوا حتى يندمج كلش مع بعضها البعض. نخلطوا مليح البنات. انا هذا درته انا في حد ذاتي غادي نجربه، غادي نديره مع البوراك. بغي نصنع بوراك كأول يوم من رمضان، غادي ندير بوراك ماشي كأول يوم. بطبيعة الحال نحب بوراك دائما نديروه مع الحريرة في رمضان. أنا بغيت ندير بهذا الخليط، وعندي متوفر عندي البنات الفرماج أنايا. غير بغيت نجرب معكم هذه الطريقة نديروها. كنت جربتها من قبل وعجبتني يعطيه بنة شابة البنات، يعني غتعجبكم وانا عارفة غتعتمدوها كاع في هكا في ليكغات ولا في العمارات ولا في أي حاجة، ويساعد يقطع. كيما راكم تشوفوا دروك البنات انا جبت الميكسور هو اللي غادي يخلط لي كاع الخليط مليح ويخليه كاع متجانس مع بعضها البعض. يعني هنايا كلش تخلط مع بعضها بعض مليح. الميكسور غادي يساعدنا شويه، غادي يخفف لكم البنات، ولكن ما تقلقوش منه باسكو راه سخون راه حامي بطبيعه الحال. غادي كي يبرد يشد روحه مليح، وما غاديش يوليكم فرماج ثقيل تاني البنات. يجي فرماج طري كيما يعني شويه سائل كي تعطلي هكا. فهمتوا البنات؟ وفي هذه الاونه البنات انايا جبت هذا القابسه هي عندي، فرغتها فيها كامل وخليتها برد شويه ودخلتها في الفريجيدار. البنات هذو اليوم أنا بديت معكم أول يوم من أيام رمضان. وريتكم طريقة جديدة، مش طريقة جديدة، بغيت نعاونكم نساعدكم لا في من جهة الورقة تاع الديول ولا من جهة الفرماج. عارفين الفرماج نستعملوه بكثرة في رمضان، وحتى الورقة نستعملوها في بزاف هكا صوالح نبغوا نديروهم بريوات، نبغوا نديروهم بوراك كيما من نديرو يعني نديروهم بزاف. شاركت معكم هذه 2 خطوات
كبداية لشهر رمضان. نتمنى يكونوا عجبوكم البنات، ونتمنى ثاني تجربوهم، ونقول لكم بنات رمضان مبارك سعيد. تخلى علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. وإلى فيديو جديد بنات، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.